السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ أمي رالموا. صباح الحمد لله، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. شراكم خياتي حبيباتي، ان شاء الله تكونوا لاباس، صحتكم بخير. كيما راكم تشوفوا اليوم جيتكم بفيديو جديد وروتين جديد. اليوم درت لكم زوج وصفات اللي ما تنجحلاش المعقوده. هاد الاختيتي هاد لا فيديو ليك كيف المبسس درت لكم تاع الطاجين اللي كل مبتدئه ما تنجح لهاش ولا هكذايا. راهو لا فيديو هذا اليوم درت لكم هاد زوج وصفات. فوالا كيما راكم تشوفون نبداو بالمبسس تاع الطاجين اللي يجيكم بزاف هايل وبنين ومفشفش هكذايا ومبسبس الله الله. دونك اليوم كيلت لكم بالكيسان هادو تاع طقم والد. فوالا كاين عندي 3 كيسان تاع السميد متوسط. فوالا كيلت بيهم ونديرو كيله غير ربع بين السمن والزيت. بون دوك نفهمكم. الكاس هذاك تاع الكاس غير ربع تاع السمن والزيت، ديروا نص كاس تاع السمن، الباقي كملوه هذاك النص كاس ربع كاس كملوه بالزيت. فهمتوني؟ يعني ذوبوا السمن تاعكم، ديروا نص كاس، من بعد زيدوا هذيك ربع كاس الزيت، يعني كلش كاس غير ربع. نديروا هكذا مغرفه تاع السكر هكذا باش تجيكم حميمه الله الله كي تكونوا طيبوا فيه، يجيكم هذيك لاكولار الشابه. من بعد ما تنسوش الملح حبيباتي باش يجي بنين، ما تنسوش الملح. فوالا عادي. المهم راني نوري لكم حبيباتي. نجيبوا هذاك الخليط تاع السمن ونبقاو نبسسو في السميد تاعنا. فوالا هكذايا بالاطراف تاع اليدين، ما تعجنوش كيما راني نقول لكم، هذا ما راهوش خبز ولا حبيباتي. المهم تواسوا غير بالاطراف تاع الاصابع وترحى تطم لكم العجينه. فوالا انا مبسس لهنايا السميد تاعي باطراف الاصابع. من بعد كي نكمل نجمع السميد تاعي بالماء كيما راكم تشوفوا. هاي الطريقه قدامكم غير بشويه هكذايا. تقدروا هكذا تحكوها بين اطراف الاصابع كيف انا كم راني نصور ما قدرتش نواسي. فهمتوا؟ المهم بعد ما بسست العجينه تاعي، شوفوا تحيشرب لكم كامل هذاك السمن. نجيبوا الماء عادي نورمال، ماء تاع العين عادي، ما هو سخون لا والو. تجمعوا العجينه تاعكم هكذايا، وكي تروحوا تجمعوا العجينه ما ديروهاش يابسه يا حبيباتي، بيسك هذا راهو السميد يشرب بزاف. مام ديروه شغل ترايح يبان لكم راهو جاري. ما تخافوش باسكو حين تخلوه سميد نخلوه يشرب يريح، من بعد نشكلوه نشوفوا اسكو خصنا الماء ولا لا. فهمتوا؟ المهم هنايا نكمل نعجن العجين تاعي. من بعد كي نجمعو نخليه دو كوتي ونخليه يريح ان مومو هكذاك واحد 10 دقائق. المهم تخليه يريح ان مومو. فوالا هنايا نطم العجينه تاعي، يبان لكم راهو جاري وهو لا حبيباتي والله ما جاري. نتمنى تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتنال اعجابكم وتنجحوا فيها. شوفوا هنايا راني نوري لكم كيفاش نطمت معايا بكل سهوله حبيبتي. نخلي هكذايا نديرو على طرف واسمو الجفنه تاعي ولا وشنو درتي فيها هكذايا، نخليه دوكوتي ونخليه يريح. من بعد نكمل معاكم. فوالا نخليه هكذاك واحد 10 دقائق ماكسيموم. من بعد حبيباتي كي خليته يريح 10 دقائق ولا، شوفوا كيفاش شرب. راكم تشوفوا يبان ناشف، يبان خصو الماء يبان. فهمتوني؟ مع لهنايا ما تلازمش تروحوا قبالة تشكلوا بيسك الحبات تاعكم حين يطرطقوا صافي. وشنو لازم تخصكم من الماء، زيدوا شويه شمخوا هكذا بالماء غير تحسوا باللي خلاص ولا مليح تقدروا تشكلوه عادي. صيبوا حبسوا ما تكتروش الماء ما تديروش جاري من بعد ما يجيكمش يشبه بالشكل تاعو. فوالا حبيبتي لهنا شوفوا راهي تلمت لي. تلموه برك عادي، هذا ما هوش دقيق تروحوا تعجنوه ولا. فوالا راني طمت لي العجينه تاعي. من بعد حبيباتي نروحوا نشكلوها مع بعض هكذايا. هذه هي الطريقه ان شاء الله تكون واضحه. تجو تشكلوا حبيبتي اللي اسمه السميد تاعكم، ديروه كيما راني نشكل فيه انا. ديروا هكذا شغل مستطيل ولا مربع هكذا باش ما يروح لكمش اليشوت بزاف في الاطراف هكذا، باش تشكلوه ما تطلوش تواسوا. نجيب الموس انا لهنايا نعبر شحال يجوني، لازم يجوني كيف تحبوا ديروهم مربعات، تحبوا ديروهم الشكل اللي تحبوا ديروه مدور تطبعوه نتوما والشكل اللي حبيتو. انا نحب نديرهم هكذا مربع ولا معين. فوالا نجيب الحبيبه تاعي ونواسيها كامل مع البلون دو طرافاي، شغل نسقمها كيما نقولوا.
فوالا شغل تندركها هكذا على الوسمو، وتبدا هي تتشكل معايا الحواف تاعها هكذايا، يعني نعطي لها الشكل الشباب. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. فوالا هاي بعد ما كملت الحبات تاعي وسقمتها كامل الاطراف هذوك الجوانب تاعها تسقموا، انا يا هنا نكمل الحبيبات تاعي حبيباتي ومن بعد نرجع لكم. فوالا الطريقه راهي واضحه حبيباتي كيفاش راني ندير. لهنا انا درت معينات ودرت كاريات. بعد ما كملت التشكيل تاعهم حبيبتي، ندير الطاجين تاعي يكون سخون مليح وتنقصولو، بيسك السميد هذا لازم تنقصولو النار، ما تخلوش نار قويه يطيب لكم من البراء والداخل يبقى خضر. الوغ تسخنوا الطاجين تاعكم تري بيان، من بعد تنقصولو وديروا الحبيبات تاعكم تاع المبسس فوالا يطيبوا فوق الطاجين. شوفوا حبيبتي انايا كيفاش طاب حمر، الله الله يا حبيباتي. انا دوك نطيبهم حبيباتي الحبه كيفاش كيما راكم تشوفوا فيها، طيبوها كامل على الجوانب. من بعد ما طابت لي في الجهتين نبقى ندور فيها هكذايا، هذوك الجوانب الثاني كنحمروهم باش ما يبقاولناش خضوره، فهمتوا؟ المهم حبيبتي يعني نوريكم لهنا كيفاش طابت الله الله حمراء. تحبوا طيبوها حمراء، تحبوا كل واحد كيفاش يحب يطيب لا كولور اللي يحبها، انا نحبهم يطيبوا حمور الله الله. فوالا هنا بعد ما طابت لي نبس، شوفوا كيفاش خرجت لي تهبل يا حبيباتي. نتمنى تجربوها والله جات بزاف بنينه ومبسسه، وكما راكم تشوفوا ما تكسرت ليش. تبعوا هذو الخطوات ان شاء الله تنجح لكم، وراني حنكسر معاكم حبه تشوفوا كيفاش تكسر بكل سهولة. ما جاتني يابسة، ما جاتني. المهم راكم تشوفوا الصورة تعبر. فوالا جا بزاف هايل. نتمنى تجربوا الوصفة حبيباتي، اللي يعرفوا اللهم بارك، واللي ما يعرفوش ان شاء الله تنال اعجابكم. هذه الوصفة راهي ليكم. جيه واحدة اخرى حبيباتي، قهويت شربت القهوة تاعي وغسلت المعانات تاعي ودخلت العشاء قلت ندير لحبيباتي المعقوده. فوالا هكذا راهو جاي رمضان اللي ما تنجح لهم شو. فوالا تفكرتكم قلت ولا غنبارطاجي معاكم لا فيديو. فوالا نجيب بطاطا ندير لها الملح ونغليها بركي تغلوها، ما تخلوهاش حتى تحرحر لكم. بعد تجيبوا حاجه وهي سخونه تحكموها تربزوها كيما راكم تشوفوا وهي سخونه، ما تخلوهاش حتى تبرد بيسك ماش حتنجح معاكم. وهي سخونه حبيباتي نجيب هكا واحد 3 سنينه تاع الثوم، راس الحانوت مغرفه، نص مغرفه تاع فلفل الكحل، المعدنوس والملح تحطوهم هكذايا. كاين اللي يدير لها الكركم، انا ما نديرلهاش الكركم. البيض ندير لها، البيض يكفيها يرجعها صفرا. نديرو حبيبه تاعي الاولى تاع البيض، من بعد نخلطوها. والحبه الدوزيام حبيبتي نحي منها غير كوم حنخسرها باسكو حنلصق بالبياض. البيض هو سر النجاح باش ما تتفتح لكمش المعقوده. فوالا نديرو هذاك الصفر باش ما نرميوهش، والبيض نخلوه دو كوتي في الطبسي. نبقاو نميلونجيو كلش الخليط تاعي بهذه الطريقه. فوالا خلطوا كلش حبيباتي. من بعد ما تخلط لنا كلش تخلوه يريح حبيبه، تغطوه هكذايا بكشكيس. فوالا وتدوه للفريجيدير تخلوه يبرد، تخلوه واحد ساعه هكذا. المهم حتى يتماسك، تولي الوسمات تاعكم ما يتماسكه خلاص. انا والله ما خليتها ريحت حتى نص ساعه ولا ساعه هكذاك، مانيش شافيه ما ريحتش مليح باسكو ما كانش عندي الوقت، قلت لازم نطيب. المهم تجيبوا حبيبتي باش تسهل عليكم الخدمه، تشكلوهم هكذا بين يديكم وتحطوهم في الجفنه هكذايا ولا كاش حاجه. من بعد تبداو غير تقلوا، ما تقعدوش تخلطوا منه من بعد يديكم، فهمتوني؟ انا هناكم راني صورت لكم غير حبيبات باش نوري لكم برك. فوالا سينو نديرهم كامل قدامكم، من بعد نبدا نطيب غير نطيب. المهم اني نشكل فيهم ونحط فيهم قدامي هكذايا. من بعد باش نديرهم في هذاك البياض البيض ونبدا نقلي فيهم. هنا من جهه واحده اخرى حبيباتي درت الزيت تاعي تسخن، تخلوها تسخن مليح. والسر الثاني انكم ما تنقصوش للزيت، ما تنقصوش للنار بيسك راح تفتحها لكم وتتفركت لكم في المقله. المهم راكم تشوفوا نجيب نحكم هذيك الحبيبه تاعي تاع المعقوده ونملسها كامل، نديرها في ذاك البياض البيض. ما ديروش الحبيبه لداخل بيسك تاعها تفركت لكم، فهمتوا؟ ديروها كيما راكم في يدكم وديروا البياض البيض عليها وتحطوها في المقله.
والسر الثاني حبيباتي كما قلت لكم، الزيت لازم تكون سخونه وتكون النار شويه عاليه هكذايا، ماشي متوسطه، شغل مليحه شغل تاكم تقلوا. المهم راكم تشوفوا بين عينيكم حبيباتي، وراهي ماكمش تشوفوا فيها باللي راهي تنحل وكامل، راهي ناجحه 100%، مليار في المية نقولها لكم. المهم حبيباتي راكم تشوفوني نطيب فيهم، جو الله منفخين، جو وش نقول لكم حبيباتي. نتمنى تعجبكم، وطريقة سهلة وبسيطة وما فيها حتى تعقيد وما فيها حتى تروان وما فيها حتى تخلاط. راكم تشوفوا انا نطيب الحبيبات توعي ونشكلهم معاكم، وراكم تشوفوا حبيباتي من بعد ما طيبتهم زينتهم في هذا الطبسي، حطيتهم هكذا دي ترونش تاع القارص، حطيت وريقات تاع المعدنوس، وشهية طيبة. شهيتكم في الجنة حبيباتي. واذا عجبكم لا فيديو تاع اليوم ما عليكم غير تكثروا لي جام وتبارطاجيو لا فيديو ماكسيموم حبيباتي، ونتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوهم اكيد، راهو جاي رمضان. تفكرت خياتي ديروا هكذا المعقوده مع الشريبه الله الله كيما تحبوا تحطوها مع دوزيام بلا هكذا بالحميصه يتو جلبانه، نتوما واش حبيتوا. لهنا شوفوا راني نوري لكم كيفاش خرجت ما مفتوحه ما والو. المهم بقاو على خير خياتي، وتهلاو في روحتكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله. مع السلامه حبيباتي، باي.